اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لبس عليكم هانين، نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد، روتين من الروتينات اليوميه البسيطه ديالي والمتواضعه. ديما تنقول لكم الروتينات ديالي راه كلها روتينات اللي بسيطه ومتواضعه، داكشي اللي قسم الله تنشاركم معكم. نتمنى تقبلوا على الفيديوهات ديالي ونتمنى الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى هذا الفيديو ديال هذا النهار حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. غادي يكون واحد الروتين اللي تحفيزي حماسي، كله طاقه ايجابيه وكله حداقه وكله نقا، وما كاين غير الطاقه الايجابيه والحداقه والنقا. خليكم معايا اخوتي العزاز في الفيديو حتى الاخر. الا عجبكم خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، ما تنسونيش من واحد اللايك الله يسهل عليكم. لا عجبتكم القناه بارطاجيو مع احبابكم مع الاصدقاء ديالكم. تنبغي نرحب بالناس الجداد، مرحبا بكم، والناس القدام الدار راه داركم. وهنا كما تشوفوا معايا راني بديت معكم الروتين ديال هذا النهار من هنا من السطح. الى عقلتوا هذا المنطقه كنت صبنتها معكم في الفيديو اللي قبل، غير انا تعطلت شويه ما لحقتش هذا الفيديو مباشره من وراء هذاك الفيديو اللي لحت اخر فيديو. اللي الناس اللي باقيين ما تفرجوش فيه راه غادي نخليه لكم هنايا الفوق. صافي كنت صبنت هاد المانطا في الدار لتحت كما قلت لكم. راه ولا عندنا هاد الايامات مؤخرا ما عاد شي شهرين هو كاين عندنا البرد والعجاج. صافي ما بقيتش نقدر هنايا نطلع للسطح باش نصبن، والحراره صافي تنقول غير مانطا وحده نصبنها غير تمايا في الطواليت. راه كما شفتوا معايا في الفيديو اللي قبل كنت صبنتها وحطيتها فوق السطل تمايا تسقطر. صافي هذا راه النهار الاخر كنت صورت له هذا الفيديو. صافي راه من بعد ما تسقطرات كما شفتوا معايا طلعتها هنايا للسطح، راني نشرتها ولكن شديتها بالمقابط مزيان كما تشوفوا معايا. هانتو راه ما تنكذبش عليكم، راه دائما كاين عندنا البرد والعجاج والحراره في نفس الوقت. هانتو كما تشوفوا معايا راه المنطقه هي باقا فازقه ولكن راه تيبقى يديها البرد وتيجيبها. صافي تبتها مزيان تمايا بالمقابض. ولا عقلتوا معايا راني كنت درت حوايج ماما هني يتصبنوا، صافي جبتهم من الماكينه وطلعتهم هانتو كما تشوفوا معايا. حتى هما نشرتهم، شرت هذوك البيجامات تمايا حدا المانطا حتى هما، ولكن تبتهم مزيان بالمقابض مع الحيط ديال السطح عندنا. قصير ماشي عالي باش غادا واخا نشر جهه الزنقه ما يطيروش ليا الحوايج. الحيط ديال السطح عندنا باقي قصير ماشي عالي. هذاك الشيء علاش نحاول نبعد الحوايج من الزنقه باش لا طاحوا ولا هذا مع البرد يطيحوا غير في السطح ما يطيروش ليا في الزنقه. وهنا خوتي العزاز راني من بعد ما نشرت المانطا وتبتها مزيان بالمقابض ونشرت هذوك الحوايج كما شفتوا معايا حتى هما راه تبتهم مزيان بالمقابض. صافي هنايا راني هبطت باش نسيق الدروج. كنت باقا ما مسيقاش الدروج من ورا العيد، كنت باقا ما مسيقاهمش، كنت غير شطب الدار الفوق وجمعتها. راه لك كلشي تنشاركو معاكم، راه كنت شاركتها معاكم في الفيديو ديال نهار العيد. كنت شطبت هذاك الزبل حاشاكم ديال الحولي وهذاك الشيء كله جمعته شطبته. صافي كانوا بقاو ليا الدروج ما سيقتهمش. وهنا راه كما تشوفوا معايا راني سيق الدروج. هانتو خويت فيهم الماء لحقاش هذوك الدروج اللي الفوق باقيين ما مديوراش ليهم البصلانه. هاد الدروج التحتانيين هانتو كما تشوفوا معايا راه حنا دايرين ليهم البصلانه كما تنقولوا مسلسينهم، يعني درناهم رطبين باش ملي نبغي نسيقهم يعني ما يعذبونيش في التسياق. ولكن الدروج الفوقانيين لا الدروج ديال السطح ولا هاد النص ديال هاد الدروج ديال هنايا ديال التحت كلهم باقيين بحال هكاك، باقيين ما مديورينش ليهم البصلانه بحال هكا، باقيين بحال هكاك حرشين. باقيين تيطلقوا هذاك التراب، باقيين تيطلقوا هذيك الرمله، تيبقاو تيطلقوا هذيك الرمله. ملي تنسيقهم تيبقاو يطلقوا هذيك الرمله. خاصني نبقى نخوي في الماء بزاف ونشطب باش تحيد لي هذيك الرمله وهذاك التراب من الدروج. صافي كما شفتوا معايا رانا خويت فيهم الماء في الاول وشطبتهم. عاد فاش درت فيها داك السطل شويه ديال الصابون وعاود ثاني شطبتهم وعاود خويت عليهم الماء. هانتو كما تشوفوا معايا راني هبطت ورجعت ثاني طلعت باش نجيب السطوله. في الاول راني كنت نجيب الماء غير من الدار الفوق وتنخوي، ولكن صافي ملي قربت هنايا غير هاد الدروج التحتانيين صافي بقيت تناخذ الماء غير من هنايا من الدار لتحت. راه كنت سيقتهم مزيان غير انايا كانت بانت ليا بقات واحد شويه ديال الرمله في الدروج هنايا هاد التحتانيين. صافي وما عجبنيش الحال وعاود ثاني درت سطل ديال الماء وعاود خويتو فيهم وعاود شطبتهم. باقا ديك الرمله باقا هذا تطلق من هذوك الدروج الفوقانيين.
هانتو خوتي العزاز، راني من بعد ما صيقتهم مزيان كما شفتوا معايا، راني شطبت المره الاولى وعاود خبيت ثاني الصابون وعاود شطبتهم وعاود درت لهم الماء وشللتهم وخبيت على الحيط، لحقاش ملي تنبدا نصيق فيهم تيبقى يطير ليا داك الوسخ على الحيط. صافي تنشللهم وتعاود ثاني تنخوي الماء على الحيط حتى هو نشلو باش ما يبقاش لاصق ليا فيه داك الوسخ، حيت لا بقى لاصق فيه راه غادي ملي نبغي ثاني نحك هذاك الحيط غادي يبقى لاصق ليا فيه هذاك الوسخ، ما غاديش يبغي يحيد ليا زعما بواحد السهوله كيف ما في الاول بحال هكا جديد. صافي من بعد ما ساليت راني درت لهم الكراطه كرتهم وعاود درت لهم الجفاف نشفتهم. ما بغيتش نشارك معكم التنشاف لحقاش كنت متكيه، يعني ما صبتش كيفاش ندير حتى غادا نشفهم. صافي ما شاركش معكم التنشاف ديالهم، راني كرتهم من بعد ما صيقتهم داكشي كرتهم وعاود درت لهم الجفاف نشفتهم. وهنايا كما تشوفوا معايا راني هبطت هنايا للدار الكوزينه حتى هي انتم كما تشوفوا معايا راني درت الماء والصابون وحكيتها بالشطابه. هذاك الشيء اللي تيبان لكم تحت الفران راه دائما تنقول لكم راه غير تقريصه تطيح ليا تما، واخا تنشطب تتبقى لاصقه ليا بحال هكا تحت البوطه، حيت كاين شي مرات تنكون شقه ولكن راه تنكون شقه بالزربه، ما غاديش يكون عندي الوقت باش غادا نجر البوطه ونجر الفران وغادا نشطب. تيكون مثلا عندي تنكون تنطيب في الخبز وتنكون تنغسل في الماعن، ولا تيكون عندي مثلا الغدا مردود يعني ولا تنكون مثلا نطيب الخبز وخاصني نمشي نغسل ماما هنيه ونبدل ليها، يعني تيكون عندي بزاف ما يدار، ما تيكونش عندي الوقت باش غادا نجر الفران ونشطب ونجر البوطه ونشطب. صافي تنشطب غير تما الكوزينه وتنشطب من تحت الفران وتنشطب الفران، ولكن تتبقى ليا التقريصه لاصقه ليا في الرجلين ديال الفران. هذاكشي علاش تبان لكم هذيك التقريصه كحله. صافي هنا خوتي العزاز راني من بعد ما حكيت الكوزينه شوفوا قراجتي اش داروا ليا سمحوا لي، من بعد ما حكيت الكوزينه صافي درت لها الشطابه والصابون وحكيتها. انتم كما تشوفوا معايا راني خرجت هنايا الكولوار حتى هو حكيته مزيان، درت ليه الشطابه وحكيته لحقاش هذيك التقريصه حتى هي تتبقى لاصقه في الجناب بحال الرمله تتبقى لاصقه في الجناب. انتم كما تشوفوا معايا راني تندخل للبيت حتى هو تنشطب كما دائما قايله لكم شحال هذه قايله لكم الوزنه راه دايره ليا المعلم مايله شويه. صافي قعدت الحصيره قلت باش نسيق على خاطري وما نبقاش مديرونجيه مع الحصيره ومع السداري. صافي قعدت هذيك الحصيره من جهه الباب وقعدت هذاك السداري وسيقت على خاطري. ربما الخطا ماشي ديال المعلم النهار اللي كنا تنديرو في الجليج، ربما الخطا ماشي ديالو الخطا ديالي انا، لحقاش هذاك الجليج اللي حنا دايرين في البيت في الاول كنركبوه هنايا في الكوزينه وكنركبوه في الكولوار. دابا انا فاش كنت مشيت هو ملي مشى بحالو من وراه انا كنت مشيت ما عرفتش شنو كان خاصو ومشيت كان يمكن بصلانه ولا شي حاجه بحال هكا، كنت مشيت عند هذاك مول السلعه باش غادا نجيبها. ملي مشيت عجبني هاد الجليج اللي حنا دايرين دابا هنا في الكوزينه وفي الكولوار كما تشوفوا معايا راه في البيج، ولكن عاطي واحد النظره زوينه باش ملي تيتسيق تيبان هذا تيبان فيه التسياق، وهذا مهم زوين عجبني. هذاك ما بقاش عجبني، هو كان يلاه ركبوه مشى بحالو لدارو. صافي انا من ورا كانت ما عرفتش شي 6:30 ديال العشيه ديك الساعه ولا 7. صافي انا ملي عجبني هاد الجليج جبته وجيت وطلبت مول الكروسه، درنا على هذاك الجليج كامل اللي ركب هنايا في الكوزينه وفي الكولوار كله قلعناه وحطيناه ليه في البانيو، لحقاش كنت شتو داير داك البانيو الكبير داير فيه الماء وتيحط فيه الجليج. صافي قلعنا هذاك الجليج كامل وحطيناه ليه في البانيو. ربما هذيك الساعه كان دابا هو مقاد الوزنه ومصايبها وركب الجليج صافي ومشى هاني. الصباح جا لقاني انا محيده هذاك الجليج لدرجه مسكين تخلع قال لي يا ويلي هذا الجليج مالو شكون حيدو؟ قلت ليه لا، قلت ليه راه وقع، قلت ليه راه عجبني هذا الجليج هو اللي عجبني، قلت ليه وهذا غادا نخليوه نديروه هنايا في البيت. الا في الصلاح ولا في الشقه ولا في كل شيء تنكونوا مثلا ناويين نديروا غير حاجه وتنصدقوا في حاجه اخرى. انا ما كنتش ناويه كاع ندير الجليج للبيت، غير زعمني غير الكريدي مع هذاك الراجل مسكين الله يرحمه راه مات، كان تيجي عندي للخدمه طلبته قلت ليه انت راه نبقى ناخذ من عندك بحال هكا السلعه ونبقى نخلصك بشويه بشويه من كل شهر نعطيكم شويه. قال لي صافي غير سيري عند الدراري ولادي قولي ليهم راه صيفطني الحاج وراه غادي يعطوك اللي بغيتي خذيها، وراه صافي راه من شهر لشهر عطيهم شويه. هادشي اللي درت معاهم. دابا انا كنت غدا ناويه ندير غير الجليج هنا في الكوزينه وهذا الكولوار، ولكن البيت قلت مع نفرش وداكشي انا ماشي في الاستطاعه ديالي باش غدا ندير ليه باش غدا ندير ليه الجليج. سمحوا لي ضروني قراصتي راني مريضه شويه اليوم طرشني البرد هذاك الشيء علاش قلت انا غدا صافي راه مفرش ما غاداش ندير ليه الجليج ما كاينلاش. صافي بلا ما نزير راسي وبلا ما يعني بلا ما نكثر على راسي نمشي غير على قد القياس.
حتى المره اخرى ان شاء الله ندير ليه الجليج صافي. وكتاب سبحان الله كتاب لي باش يدير ليه الجليج، انا ما عجبنيش هذاك الجليج حيدته، بقاني مسكين حاطاه في البانيو. يمكن هذاك هو الخطا اللي درت ليه باش الوزنه ما بقاتش مقاده، هو ما ردش البال باش غادي يعاود يقاد الوزنه عاد فاش يدير ليها الجليج. ايوا هذه هي القصه ديال الوزنه وهي مايله. ربما كما قلت لكم الخطا ديالي ماشي ديالو هو مسكين، لحقاش هو راه صايب لي الجليج مزيان والله عمرها دار. كان واحد المعلم زعما ما نقولش لكم تنخليه في الدار، الوالده هذيك الساعه الوالده كانت باقا شويه بالصحه ديالها، كانت تطيب ليهم الماكله وداك الشيء، يعني تخلينا فيهم على قدر المستطاع. كنا نوكلوهم، ماشي تنخلوهم يجيبوا الماكله من الزنقه نعمروا لهم اتاي الله يقبل. يعني اي في العشيه ندير لهم اي حاجه زعما مشاو فرحانين الحمد لله. تفرقنا معاهم مشاو فرحانين، لا اللي تيصاب الجليج ولا داك المعلم اللي كان تيكون خدام معاه. وباقي الحمد لله والله العظيم اخوتي الا باقي الان تيمشوا عند الناس وتيقولوا لهم بحال هكا، لا شافوني دايزه ولا شي حاجه تيقول لهم هاد السيده الله يعمرها دار دزنا عندهم وتهلاو فينا، وهذه يعني تهلينا فيهم على قدر المستطاع ديالنا. ولكن بقى داك الخير وبقى داك الشيء، داك التهلل اللي تهلينا فيهم بقى حاجه ليهم بين عينيهم، يعني دائما بقاو تيقولوها. وتما دازوا معنا الله يعمرها دار. قلت لكم الخطا مني انا. السيد ركب الجليج حتى جا الصباح لقاه ثاني طاير، تيقول ويلي الجنون هادو كاينين في الدار. صافي هذا فاش شرحت ليه. وهنا خوتي العزاز راني من بعد ما كررت كما شفتوا معايا ونشفت الدار وسيقتها مزيان وسيقت قدام الباب، صافي جيت هنايا دخلت الكوزينه اللي خديت الطاجين كما تشوفوا معايا. قطعت فيه هذوك جوج ديال الفلفلات وقطعت فيه بصله وقطعت فيه جوج ديال المطيشات صافي، وقطعت فيه شويه ديال الربيع. اللحم طلع لينا في روسنا، ما بقيناش حملنا نديروا اللحم لا مرقه لا شويه لا حتى شي حاجه. قلت لماما هني غادي نبدلوا صافي غادي نديروا غير شويه ديال الفلفله ومطيشه والبصله في الطاجين نطيبوهم. قلت لها الله يجعل شي بركه. قلت لها نبدلوا شويه اللحم، قلت لها راه حنا عينا باللحم. قالت لي صافي ديري داكشي اللي بغيتي راه ديريه. صافي خوتي راني من بعد ما قطعت الفلفله كما شفتوا معايا، قطعت جوج ديال الفلفلات وقطعت بصله وقطعت جوج ديال المطيشات وقطعت شويه ديال القزبر والمعدنوس ودرت عليهم شويه ديال الزيت وشويه العطريه، درت الملح البزار سكينجبير خرقوم التحميره وشويه ديال الكمون وشويه الزيت والماء صافي. وغطيت عليها تما في الطاجين كما تشوفوا معايا حتى دابت هذيك البصله ودابت هذيك الفلفله ومطيشه صافي. وشربات ليا مزيان. عاد باش خديت هنايا راه كانوا عندي جوج ديال البيضات صافي، عكست باش نخرج للحانوت، وليت تنعكس في هذا الصيف باش غادا نخرج للحانوت. داكشي اللي عندي تنقضي به، وانا دائما داكشي اللي عندي صافي تنضيباني به راسي. صافي كانوا غير جوج ديال البيضات هما اللي حركتهم ودرت فيهم شويه ديال الملح باش يجيو بنان صافي، ودرتهم فوق من هذيك الفلفله والبصله ومطيشه. وهانتو كما تشوفوا معايا هنا راه طاب الطاجين صافي. وهنايا راني سلقت شويه ديال البطاطا وخيزو ودرت فيهم شويه ديال العطريه شويه الملحه شويه البزار شويه الزيت وشويه الخل. وهنا اختي العزاز غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. تهلاو في روسكم.